بسم الله الرحمن الرحيم. يودي أولا أن أعبر عن سعادتي بلقائي مع أسرة الإعلام. سيدات وسادة أعضاء أسرة الإعلام من الصحافة الوطنية ومن ضيوف الجزائر من أسرة الإعلام الأجانب اليوم في الجزائر. إذا نلتقي اليوم في نهاية هذا الموعد الانتخابي لنعرض عليكم حصيلة هذه الاستشارة الانتخابية. وأنا كما قلت أستعد لهذا اللقاء في انتهاء هذا العرس بوجه بالدول والرسم هذه الانتخابات، والذي مكن مواطنينا من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وأريحية. لقد أثبت الشعب الجزائري اليوم بمناسبة هذا العرس الديمقراطي أنه مصمم على إسماعه للعالم أجمع، مبرهنا مرة أخرى على الدرجة العالية من الوعي التي بات يتحلى به وتجنبه التام عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية للبلاد، حيث أقبل على المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية بكل عفوية ومسؤولية وإرادة وعزم. يجب التذكير أن هذه الاستحقاقات في ظل المراجعة الأخيرة للدستور والذي بدر بها السيد رئيس الجمهورية الشوقي، والذي عزز الفردية والجماعية للمواطن وعمق المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة في العمليات الانتخابية، وعلى رأسها كما تعلمون جميعا الدستوري المستقلة لمراقبة الانتخابات. كان لها بحمد الله دور أساسي ومحوري في مراقبة الانتخابات الشرعية، وأحيي بالمناسبة رئيسها وأعضائها على المجهود المبذول وتنسيقهم الدائم مع مصالح الدولة ضمان سير عادي ومطابق للعمل. جرت في ظل نظام قانوني جديد عملنا على تطبيقه بحذر على كل المصالح المعنية باحترام شركائنا السياسيين، أن كل المخاوف، وأضيف أن كل المخاوف التي سبقت تنفيذها لم يصبح لها، فقد تم تسيير العملية في الميدان بحرفية عالية وتمكن واضح. إن هذا الموقف ما هو إلا نتيجة لمسار طويل ومذنب من التحضيرات والتي باشرتها كافة مصالح الدولة
منذ عدة أشهر مضت، ولا تزال تواصل مجهودها، انطلاقا كما تبعتم من مراجعة القوائم الانتخابية، والتي عرفت هذه السنة الاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستغلال معطيات السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بغرض شطب الأشخاص المتوفين وحالات تغيير الإقامة، والتي أسفرت للتذكير فقط هذه المراجعة الاستثنائية الأخيرة المجراة في الفترة ما بين 8 و 28 فبراير 2017 على هيئة ناخبة تعدادها 23 مليون و251 ألف و503 ناخب، من بينهم 768 ألف و713 مسجلون جدد و599 ألف و947 مشطوب. والهيئة الناخبة ممثلة ب 54.18% من الرجال و 45.82% من النساء. إن عملية تطهير القوائم الانتخابية جرت وفق مقاربة جديدة أقرها الدستور، حيث جعل منها عملية دائمة ومتواصلة وليست طرفية، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على تعميق العملية وتنظيمها وتأطيرها بشكل أحسن، ووضع الدستور اللازم بالتواصل مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في هذا المجال وفي صورة وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور الجديد. بالنسبة لعملية سحب وإيداع ملفات الترشح، فقد عمدنا كما تعلمون لتقديم كل التسهيلات من أجل تمكين شركائنا من ممارسة حقهم الدستوري في تقديم قوائم الترشيحات، حيث سجلنا بالتذكير سحب 2338 ملف ترشح، وتم إيداع 1088 قائمة قبل منها 138 ورفضت 150 قائمة لأسباب قانونية ومؤسسة ترجع بخصوص إلى ازدواجية الترشح، الملفات منقوصة وغير مكتملة، عدم احترام النظام القانوني المخصص للمرأة في القائمة، نقص عدد التوقيعات المطلوبة في ملف الترشح، أو غياب محضر اللجنة الانتخابية للولاية، وذلك بالنسبة للقوائم. أما بالنسبة للمترشحين أنفسهم، وهم بعدد 208 حالة رفض، رجعت أساسا إلى التوافق العدلية، عدم التسجيل في القوائم الانتخابية للدائرة الانتخابية، عدم استيفاء شرط السن، وبالتالي فإن القوائم النهائية المشاركة 938 قائمة كما يلي: 716 بعنوان الأحزاب السياسية، 125 بعنوان التحالفات، 97 بعنوان القوائم المستقلة. الشيء الأخير الذي يستدعي الانتباه بالنسبة لهذه الانتخابات التشريعية هو أن ترتيب المترشحين الممثلة في 11,000 مترشح منهم ينتمون لفئة أقل من 50 سنة، 50.62% من المترشحين هم من ذوي الشهادات الجامعية، تحي على النقلة النوعية التي عرفتها ترتيب المترشحين بمناسبة هذه الاكتشاف. كما أن العنصر النسبي هو هذه الطوائف، فهو يمثل 32.13% من مجموع المترشحين، وهي نسبة تفتخر وتتباهى بها الجزائر أمام كل دول العالم، ويعود ذلك للنظرة المتبصرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية التي بعد أن كانت حلما أصبحت حقيقة
الجمهورية. أما فيما يخص الضمان الانتخابي على ضمان تطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بتمكين مختلف الجهات المعنية من القوائم الانتخابية. على المستوى المركزي تم تمكين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من الولوج مباشرة وعن بعد لقاعدة معطيات لوزارة الداخلية المحلية القوائم الانتخابية 1540 قائمة 141 بلد والاطلاع عليها بكل سهولة. أما على المستوى المحلي فقد تم تمكين ذات الهيئة من الولوج عن طريق ربط مماثل بقاعدة المعطيات الخاصة بالولاية. وفيما يتعلق بقوائم المترشحين فقد استلموا أقراصا مضغوطة تتضمن القوائم الانتخابية المعنيين بها وذلك بكل شفافية لا من الناحية الإدارية ولا التقنية. أما فيما يخص مجريات الحملة الانتخابية التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 30 أبريل 2017 فلا بد وأنكم قد لاحظتم أن الحملة جرت في ظروف جيدة وجو أخوي وبناء. وأنوه هنا بنوعية ومستوى المضامين التي حملها مختلف شركائنا السياسيين الذين أبدوا درجة عالية من الوعي بالرهانات المطروحة وتقدموا بالكثير من الاقتراحات البناءة بعيدا عن المزايدات. ولقد لقوا منا كل الترحيب حيث خصصنا لهم أكثر من 4734 منشأة وضعت تحت تصرف الجميع ومكنت المترشحين من عقد 1384 لقاء وتجمع زيادة عن اللقاءات الجوارية المنظمة. أما على صعيد العملية في حد ذاتها عملية الانتخاب فتجدر الإشارة بأنه تم تعبئة 503,000 مؤطر للعملية الانتخابية تكفلوا بقيادة العمليات الانتخابية بكل حيادة وشفافية عبر 12,176 مركز تصويت، منها 61 مركز في الخارج، و53,135 مكتب تصويت، منها 190 خارج الوطن، علما أن عدد المكاتب المتنقلة لم يتعدى هذه السنة مكتب ولم يشمل سوى 99,892 ناخب. وبهذه المناسبة يجب تقديم التحية لكل الأخوات والإخوة الذين أثبتوا قدرة وكفاءة عالية في التحكم بمجريات العملية الانتخابية وتقيدوا بكل الإجراءات القانونية دون أي تجاوزات كبرى تذكر. إن كل هذه الترتيبات تجري تحت أعين ملاحظين دوليين هم بعدد 299 ملاحظ يمثلون 5 هيئات دولية تم تمكينهم من كل الوسائل والشروط المادية والتنظيمية التي سهلت لهم القيام بمهامهم بكل حرية ورصد الأجواء الانتخابية على طبيعتها، آملين أن تكون مدوناتهم موضوعية وبناءة تسمح لنا بتحسين نظامنا الانتخابي. ومع ذلك نعتقد أن خير ضمان للعملية الانتخابية هي الضمانات التي كفلها القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حيث كفل لممثلي المترشحين من مراقبة العملية الانتخابية
على مستوى مراكز ومكاتب التسويق، وجرت العملية في ظروف حسنة على العموم. وأشكر كذلك كل ممثلي المترشحين الذين كانوا حاضرين عند نهاية عملية فرز الأصوات، والذين استلموا نسخا عن المحاضر بكل سهولة، وسيكون لهم كل المجال لمقارنة النتائج المدونة في المحاضر مع تلك المعلن عنها. أما الآن أو قبل ذلك، يودي أن أقف وقفة تقدير وعرفان للمجهودات التي بذلت من عائلة الصحافة الجزائرية المكتوبة المرئية والمسموعة على مرافقته ومساهمته في إنجاح هذه العملية منذ بدايتها حتى نهايتها، فشكرا لهم جميعا. كما لا يفوت أن أتقدم بتحية خاصة لكل ممثلي مصالح الأمن على مستوى الوطن، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، الأمن الوطني، إدارة الوطن، الحماية المدني، على كل ما قاموا به من تمكين بأن تكون هذه العملية عملية آمنة وعملية سمحة لكل مواطنينا ومواطناتنا أن يصلوا إلى هذا المكان. أما الآن فإني سوف لن أطيل انتظارا أكثر، وسأشرع في تقديم النتائج المحصل عليها على المستوى الوطني، وبإمكاني متابعة النتائج المفصلة الخاصة بالولايات على شاشات العرض التي أمامكم. قبل ذلك أود التذكير بأن هذه النتائج مؤقتة، سواء بالنسبة لنسب المشاركة أو النتائج المحصلة عليها، ويمكن أن تكون محل اعتراضات، وبالتالي فإن النتائج النهائية هي تلك التي سيعلن عنها المجلس الدستوري طبقا للمادة 101 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والتي لحد الآن فإن الحصيلة المسجلة هي كالتالي. بالنسبة لمؤثري مراكز ومكاتب التسويق فعددهم 417,173 مؤثر، لم يسجل غياب سوى عدد قليل منهم، وتم استبدالهم في الوقت المناسب وبدون أي صعوبة. فيما يخص ممثلي الأحزاب السياسية المرحبين بعملية الاقتراع، فمن بين التعداد المرتقب يقدر ب 602,851 لم يكن حاضرا في بداية العملية سوى 174,835، وهو ما نسبته 29%. أما عند نهاية الاقتراع فقد حضر فقد كان حاضرا 195,794 ممثل بنسبة 39.19%. أما ما تعلق بنسب المشاركة في الانتخابات فقد سجلنا على المستوى الوطني نسبة 38.25%. كما يلي: الهيئة الناخبة 23,251,503. عدد الناخبين على المستوى الوطني 8,528,355 ناخب. فيما يخص المعطيات المتعلقة بمشاركة جاليتنا المقيمة بالخارج فهي قيد التجميع حاليا،
الآن وبالنسبة لنتائج المنافسة الانتخابية، فإن عملية توزيع المقاعد بحسب عدد الأصوات المحصلة عليها التي تمت وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، فقد أسفرت على النتائج التالية: جبهة التحرير الوطني 164 مقعد، منها 50 ممثلين. التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعد، منها 32 امرأة. تحالف حركة مجتمع السلمي 30 مقعد، منها 6 نساء. القوائم المستقلة 28 مقعد، منها 3 نساء. تجمع أمل الجزائر 19 مقعد، منها 4 نساء. الاتحاد من أجل النهضة بالعدالة والبناء 15 مقعد، منها 4 نساء. جبهة المستقبل 14 مقعد، منها مقعدين للنساء. جبهة القوى الاشتراكية 14 مقعد، منها 3 مقاعد للنساء. حزب العمال 11 مقعد، منها 3 مقاعد للنساء. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9 مقاعد، 3 منها للنساء. التحالف الوطني الجمهوري 8 مقاعد، منها 4 مقاعد للنساء. حركة الوفاق الوطني 4 مقاعد. حزب الكرامة 3 مقاعد. حزب الحرية والعدالة 2 مقاعد. حزب الشباب 2 مقاعد. عهد 54 2 مقاعد. التجمع الوطني الجمهوري 2 مقاعد، منها 1 للنساء. حركة انفتاح 2 مقاعد. جبهة النضال الوطني 2 مقاعد. الجبهة الديمقراطية الحرة 2 مقاعد. الحزب الوطني للتضامن والتنمية 2 مقاعد. الجبهة الوطنية الجزائرية مقعد 1. حزب الفجر الجديد مقعد 1. حركة اليمين مقعد 1. تحالف تكتل الفتح مقعد 1. الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية مقعد 1. جبهة الجزائر الجديدة مقعد 1. اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية مقعد 1. الجبهة الوطنية للحريات مقعد 1. حزب التجديد الجزائري مقعد 1. الاتحاد للتجمع الوطني مقعد 1. الاتحاد الوطني من أجل التنمية مقعد 1. الحركة الوطنية للعمال الجزائريين مقعد 1. حركة المواطنين الأحرار مقعد 1. حزب العدل والبيان مقعد 1. للنساء جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة لا مقعد. إذا كل الأحزاب الأخرى المشاركة: جبهة الحكم الراشد، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الخط الأصيل، منبر الجزائر الغد، الوسيط السياسي، الحزب الجزائري الأخضر بالتنمية، حزب النصر الوطني، حزب التجديد والتنمية، حركة الشبيبة والديمقراطية، الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، التجمع الجزائري، الحركة الوطنية للأمل، حزب العمال الاشتراكي،
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، شاركوا بدون أن يحصلوا على أي مقاعد. تلك هي النتائج الأول المسجل، ولا يسعني إلا أن أهنئ القوائم المشاركة على النتائج المحققة. وفي الختام أتوجه بخالص عبارات الشكر والعرفان لكافة الإطارات والأعوان الذين سهروا مباشرة على هذا الحدث الديمقراطي. والشكر موصول أيضا لأفراد الجيش الوطني الشعبي ومنتسبي أسلاك الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية التي سهرت منذ عدة أشهر على توفير الأمن والاستقرار وجو السكينة والاطمئنان الذي وسم هذه الاستشارة الانتخابية. وكعادتي أبرز شعبنا الأبي مرة أخرى بالدول الصديقة والشقيقة وعيا بالتحديات والمخاطر التي تحدق بوطننا، وعبر عن تجنده الكامل في وجه المتربصين، متشبثا بقيم الديمقراطية والمشاركة الحضارية والسلمية في تعزيز مؤسسات بلادي. شكرا لكم.